النهاردة هنعمل مع بعض فطائر الطاسة بحشوة جميلة وسريعة للعشاء أو للفطار، ومش هتاخد أي وقت معاكي. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة. أول حاجة معايا 2 كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات منخول كويس. هضيفله معلقة كبيرة من الملح ومعلقة من السكر. بعد كده هبدأ ان انا اقلب الدقيق مع الملح والسكر كويس قوي. بعد كده هبدأ انزل بالمية. نزلت الاول ب3 كوبايات من المية، وهبدأ الم العجينة بايدي بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دوت. بعد كده بقى هبدأ ان انا اضيف الكوباية الرابعة. كده ال2 كيلو دقيق اخدوا معايا 4 كوبايات مية. انا ما ضفتش مية تانية. هبدأ ان انا اعجن العجينة كويس قوي لغاية ما احسها ان هي بقت ناعمة معايا واتلمت معايا بالشكل دوت. هدهن بقى وش العجينة بتاعتي بشوية كده من الزيت. بعد كده هسيب العجينة تريح نص ساعة كده او ساعة الا ربع. بعد كده هبدأ أشكل العجينة بتاعتي على شكل كور، وهنا معايا خليط زيت على سمنة. هغطي كده كل كورة بالشكل دوت. أهم حاجة ان احنا نغطي كل كورة نعملها بخليط الزيت والسمنة اللي احنا عاملينه. والكور اللي انا هكورها دي كلها تبقى مقاس واحد، يعني انتي تتحكمي في مقاس ايدي، تتحكم في مقاس العجينة اللي انتي بتعمليها. وهنا بقى كنت خلصت كل الكمية اللي انا عملتها، وزي ما قلتلك زي ما انتي شايفة كده الكور كلها متعوصة من خليط الزيت والسمنة. وهسيبها ترتاح ساعة. في الوقت دوت انا كنت مجهزة الحشوة، وهي عبارة عن فلفل الوان وطماطم وجبنة موتزاريلا وجبنة تركي وزيتون وصدق وبسطرمة، ومعايا كمان جبنة كيري. تمام كده. بعد كده هجيب كورة من الكور اللي انا كورتها، وهبدأ ان انا ادهن الرخامة بالزيت والسمنة بالشكل دوت كده، وهبدأ ان انا افرد العجينة بايدي بالشكل دوت كده زي ما انتوا شايفين. اتفردت معايا ما شاء الله بكل سهولة. وزي ما قلتلك ان احنا بنعوز الرخامة بالشكل دوت كده من خليط الزيت والسمنة اللي احنا عاملينه مع بعض. وهعوز برضو الوش كده، بعوز كده بطراطيف صوابعي الوش وحرف الرخامة كده من الجوانب كده. وهبدأ ان انا افرد بايدي العجينة بالشكل دوت، بتتفرد ما شاء الله بكل سهولة. بعد كده بجيب حرف العجينة كده من الاول، هبدأ ان انا اتنيه. وهجيب معلقة من الكيري وهدهنها في العجينة مكان ما انا تنيت كده الفطيرة بتاعتي. وهبدأ ان انا افردها على الجنب ده كله. بعد كده هرش بقى شوية كده من الخضار، وهبدأ برضو ان انا احط عليها الزيتون والجبنات. وهنا ضفت البسطرمة. وهبدأ ارش الجبنة التركي، وهضيف كمان الجبنة الموتزاريلا. كده انا ضفت الحشوة بتاعتي كلها. هاجي بقى اهم خطوة من الجنب كده زي ما انتوا شايفين، هبدأ ان انا اتني العجينة بتاعتي من جوانب بالشكل دوت كده عشان الحشوة متطلعش منها. وهبدأ ان انا الف العجينة على شكل رول بالشكل دوت كده. واحنا بنلفها بالراحة لان العجينة طبعا رقيقة معانا، وعشان ما تتقطعش مننا. بعد كده جبت صينية بتدخل الفرن ودهنتها من خليط الزيت والسمنة. هدهنها كده كويس دهنة حلوة. بعد كده هجيب الفطيرة اللي انا لفيتها دي وهحطها فيها. وانا خلصت كل كمية الفطير اللي بالصدق اللي بالبسطرمة بنفس الطريقة. هنا كنت خلصت كله. هنا خلصت ايه الفطير اللي بالصدق البسطرمة. تمام كده. هنيجي بقى الحشوة التانية وهي حشوة الصدق. هجيب برضو كورة من اللي انا كورتهم، وهبدأ ان انا افردها. وهبدأ ان انا اعوز الرخامة بتاعتي من خليط الزيت والسمنة. وهبدأ برضو اعوز بايدي كده وش العجينة بالخليط الزيت والسمنة. واهم حاجة ان احنا نتني تانية كده من الاول. وهبدأ برضو نفس الخطوات الاولانية ان احنا نحط الخضار والبسطرم الصدق والجبنات والزيتون. ما خدش معايا اي وقت خالص، ومقادير بسيطة كلها متوفرة في البيت عندك. هبدأ ان انا اعمل كده العجينة من الجناب والفها رول بالراحة بالشكل دوت. وبرضو الصينية التانية هعوزها برضو من الزيت والسمنة. وهنا برضو عملت نفس الخطوات بتاعة الصدوقي كلها، عملتها كده بنفس الطريقة. وفي الوقت دوت انا كنت مشغلة النار على الفرن على درجة حرارة عالية.
دخلتها الفرن على اول رف من تحت، اخدت معايا في الفرن 10 دقايق، وفي اخر دقيقتين كده، اخر 3 دقايق شغلتها الشواية، اخدت معايا اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه دوت. ما خدتش معايا اي وقت، بشوية مية ودقيق عملنا الفطاير الجميلة دي. ومش شرط نشتري الحشوات دي من بره، ممكن بأي حاجة متوفرة عندنا في البيت. بنعملها بجد جميلة وتنفع العشاء او الفطار، بجد جميلة. جربيها وقوليلي رأيك في الكومنتات، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.